السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله بغيت نتشارك معكم طويجين مغربي على حقه وطريقه بالخضرة والزيتون اللي كيجي رائع والمنظر كيحل الشهية. المهم إلا بغيتو تشاهدوا الطريقة ديالي كاملة ما عليكم غير تتبعوا الفيديو حتى الأخير. غندوز معكم المكونات والمقادير اللي غنحتاج. عندي هنايا الدجاج. بالنسبه للدجاج كتاخذوا الكميه اللي غتكفاكم على حسب افراد الاسره. انا كاين غير انا والزوج ديالي وولدي مازال صغير. عندي هنايا ربيع، قزبر ومعدنوس مقطعه مرقاق. عندي هنايا الثومه، جوج ضريسات حكاهم، وعندي هنايا الحامض مصير. بالنسبه للخضره حتى هي كتاخذوا الكميه اللي غتكفاكم. عندي انا جوج حبات ديال البطاطا، 3 الحبات ديال الكورجيت، وعندي جوج حبات ديال الخيزو. عندي هنايا واحد البصله متوسطه الحجم، وعندي واحد الحبه ديال المطيشه، وعندي هنايا الزيتون بلا عظم، داك الزيتون الخضر اللي بلا عظم. تقدروا تستعملوا حتى الزيتون البلدي. وعندي هنايا الملحه، ما تنمروش عليا الطاسه اللي كندير فيها الملحه، داكشي اللي عطا الله. عندي التحميره، عندي البزار، عندي سكينجبير، وعندي الخرقوم، وعندي الزيت. عندي هنايا الطويجين اللي غادا نطيب فيه. واول حاجه غندوز بعدا غنقشر هاد البصله وغنقطعها وغنقي هاد الخضره. هنايا اخواتي من بعد ما نقيت هذيك البصله وقطعتها وغسلت هنايا الخضره ديالي ونقيتها وحطيتها في الماء. هنايا انا شاعل على الطاجين كيسخن. جبت واحد الزويف ونشفت الطاجين ديالي مزيان. صافي، غنضيف اول حاجه غندير الزيت. كنديرو تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت. بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم زيت العود تقدروا تضيفوا حتى زيت العود، فانا ما كنبغيش زيت العود في الطاجين. صافي، غادا نضيف البصله وغادا ندير الملحه. غادا نضيف الدجاج وغادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم. صافي، غندير غير هاد المكونات دابا في الاول. غادا نحركهم هكا مزيان وغنخليهم يتقلاو شويه عاد باش غنضيف باقي المكونات. هنا يا اخواتي من بعد ما كتقلى ليا ديك البصيله مع الدجاج كنضيف الربيع. بالنسبه للربيع راه ما ضفتوش كامل، غنخلي شويه حيت مازال غنحتاجو في الاخير. هنايا ضفت هذوك طريصات الثومه محكوكين. غنضيف هنايا معلقه ديال البزار ما عامراش بزاف، ما عامراش مزيان. وبالنسبه للمعلقه هذوك المعلقات الصغار اللي كيكونوا في دوك الطويصات ديال العطر، يعني ماشي المعلقات اللي كنستعملوا للاكل، هادو راه معلقات صغار بزاف. المهم هادي معلقه عاوتاني ديال زدت معلقه سكينجبير ومعلقه ديال التحميره. بالنسبه للناس اللي ما كتبغيش التحميره هكا في الطاجين تقدر ما ديرهاش، انا ضروري كنطيب بها. وبالنسبه للملون الغذائي هذاك الصفر انا ما كنضيفوش، كنكتفي غير بالخرقوم، هذا من الاحسن. نزيد هنايا شويه ديال الماء طايب، تقريبا واحد 4 كاس، غير باش تقلى ليا فيها ديك العطريه وما تحرقش. صافي، غنسد هنايا على الطاجين غنخليه يتقلى شويه في هذيك العطريه وغادا نقطع الخضره ديالي. بغيت نشارك معكم الطريقه كيفاش كنقطع الخضره، حيت كنبغي نديرها انا هكا طويله. هانتوما كيف ما كتلاحظوا كنبغي نديرها هكذا طويله باش كتجي مزيانه في الطاجين. بالنسبه لهاد الكورجيت غنقطعها على جوج. هادي اصلا قصيره قطعتها هكايا. او خيزو حتى هو غنقطعوه على جوج.
هكا فاش كتقطعوا الخضره طويله كيجي الشكل ديالها زوين في الطاجين، وكتعرفي حتى كيفاش ترتبيها. صافي وغادا نحيد هذاك الخيزو، غنحيد ليه هذاك القلب ديالو. صافي وبالنسبه للكورجيت غنقطعها هكا على جوج. الكورجيت راكم عارفين غير كتسخن كطيب. وهنايا من بعد ما تقلى الطاجين ديالي مزيان مع ديك البصيله وهذيك العطريه، صافي دابا غادا نضيف الخضره. كنحركو مزيان، كنقادو هذاك الدجاج بطريقه اللي غتجينا مزيانه تحت الخضره. كنقاربوه هكا نستفوه، ممكن تستفوه بالشكل اللي غيجيكم مزيان تحت من الخضره. صافي غنبدا نرتب في الخضره ديالي. غنبدا بخيزو هو الاول. بالنسبه للترتيب ديال الخضره راه دائما كنبداو بالحاجه اللي كتاخذ شويه الطياب. غادا نرتب هاد الخيزو ديالي هكايا كامل. هادشي علاش قلت لكم كنبغي نقطع الخضره طويله، حيت كتجي مزيانه هكا. منين كتستفوها في الطاجين كتعرفوا حتى كيفاش تحطوها. صافي بعد ما كملت هذيك الكميه ديال الخيزو اللي عندي، غادي نضيف بطاطا. واخر حاجه هي ديك الكورجيت. صافي هنا من بعد ما رتبت الخضره ديالي كامله، بالنسبه لهداك الفراغ اللي بقى في الوسط انا غنوريكم الطريقه ديالي كيفاش كنعمرو. كناخذ واحد القطعه ديال المطيشه بهذا الشكل هذا اللي كيف ما كتشوفوا. وبالنسبه لهداك الربيع اللي قلت لكم مازال غنحتاجو، راه كنديرو وسط من هاد الطريف ديال المطيشه بحال هكا، وكنحطو في الوسط. راه كيعطي واحد المنظر زوين، وفي نفس الوقت كيعطي حتى واحد المذاق. كناخذ هذيك الطريف ديال المطيشه اللي بقاو كنقطعو قطع بهذا الشكل. سمحوا لي بزاف على هذا الهرج اللي داير ولدي كنعتذر منكم. كناخذ هذوك الطريفات ديال المطيشه وكنحطوهم هكا بهذا الشكل. راه كيعطي واحد المنظر زوين للطاجين. صافي دابا غناخذ هذيك الطريفات ديال الحامض. اهم حاجه في الطاجين هكا ديال الخضره، عمرك ما تخلي الطاجين من الفوق اللون في اللون يكون يعني كلشي بيض ولا كلشي خضر اولا. دائما ديري الالوان. الطاجين صراحه ديال الخضره كيبغي الالوان. كل ما كان فيه الالوان كل ما كيبان زوين وكيجي زوين وكيبان يعني كيشهي، كيفتح الشهيه. صافي هنايا غادا نضيف الزيتون. بالنسبه لي انا لابد الزيتون يكون حاضر في الطاجين، ما يمكنش ليا ندير طاجين بلا ما ندير الزيتون. صافي غنكتفي بهذا القدر. هو الطويجين ديالي هكا، هذا هو الشكل ديالو النهائي كيجي على هذا الشكل. صافي غنسد عليه وغادا نخليه يطيب. هنايا اخواتي انا راه ما ضفتش الماء، بغيت نشوف واش الخضره ديالي، حيت كاين الخضره اللي كديريها كتطلق لك الماء الكافي فاش طيب. انايا هنايا غنزيد عاد بنت لي يعني الطاجين ناشف، داكشي اللي زدتو شويه ديال الماء
بالنسبه للماء كتزيدوه طيب، لا بدا يكون طيب ما عمركم تزيدوا الماء بارد في الطاجين. الا بانت لكم الخضره طالقه الماء مزيان يعني الكافي فاش طيب، من الاحسن ما تضيفوش الماء، خليوه يطيب غير في هذيك الماء ديالو. وهنايا جبت واحد المعلقه من بعد ما كيغلى ليا داك البلول مزيان، كنجيب واحد المعلقه وكنهز هكايا شويه ديال ديك المريقه وكنخويها على ديك الخضره، غير باش ما تبقاش هذيك الخضره ديالي كتبان بيضه. صافي هكايا بهذا الشكل، وغنعاود نسد على الطواجن ديالي حتى يكمل الطياب ديالو. وهنايا اخواتي هذا هو الشكل ديال الطواجن من بعد ما طاب. صراحه كيجي غزال كيشهي. اهم حاجه كما قلت لكم الالوان، يا سلام كتفتح النفس، كتفتح الشهيه صراحه. كنتمنى انكم تجربوا الطواجن على الطريقه ديالي. وهذا ما كان خواتاتي، كنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر جيم، اشتركوا في القناه ديالي بالنسبه للاخوات اللي ما مشتركينش، والى اللقاء.